الاسفنجه طبعا ما هذا الكربون ما اعترف فيه. احيانا استخدم اوراق، يعني مثلا اوراق A4 10 اوراق او 20 ورقه احتاجهم يكونون موجودين ايضا للضغط هذا. الخطوه الاخيره اللي هي الاضاءه، احتاج يعني الاضاءه دائما تكون بطريقه يعني على مزاجي، يعني مو حي الله انه ليت ولا هذا، انه لازم تكون، لان النحاس مجرد ما يكون فيه بروز على طول الاضاءه تختلف عندك. اللمعه ممكن تخدعك، انها تخليك مثلا تخلي مثلا الحنج تبي تسويه فجاه يعطيك لمعه انك على بالك ان هذا الصح، بس اللمعه خادعتك، يعني انه لازم تكون الاضاءه معينه علشان تعرف الصح من الغلط. لما تضغط الخشم، تضغط العين، كل هذا يختلف معك. وفي نقطه لازم يعني اغلب الرسامين او النحاتين يعرفونها، انه لازم يكون عارف شنو يبي اللي يبي يشوف اللوحه هذه. ما احب امشي ان انا شلون عجبتني اللوحه، انا مجرد ما اسوي اللوحه اخذ راي كذا فلان فلان فلان، لكن رايي انا تقدر تقول 5% استعين فيه، لان ما دام رسمي اكيد راح اقول حلو، لكن يهمني راي فلان اذا شاف يقول لا مو مضبوطه يعني. فلما ارسم احط ببالي شلون يبي فلان يشوفها او شلون يبون الناس يشوفونها. مستحيل اشتغل واقول شلون انا ابي اسويها. فهذه اهم نقطه من بين النقاط هذه كلها اللي قلتها. الرسومات اللي اسويها او المنحوتات نقول مو مجرد رسمه حلوه، او مثلا ما اقدر اجيب ورده اسويها على انها شكلها حلوه، لا ما اسوي شيء الا يكون موضوع. يعني في روايات وايد مسويها، مثل يعني واحده منهم اللي هي كارثه نساء سابين، وفي رباعيات من رباعيات الخيام، وفي امور وايد، في تسميات انا اسميها تتكلم عن موضوع معين. واذا سويت شيء ما له موضوع فهذا يكون مجرد انه قاعد ادرب ايدي، او يعني شيء انه اكون فتره قاطع بعدين ارجع مره ثانيه اسوي شيء انه مجرد انه امشي ايدي على الضغط. نتكلم اول شيء عن كارثه نساء سابين. هذه رواية حرب ما بين الجيش الفلاني والجيش الفلاني، فالنساء حبوا ان يقطعون هالحرب، اتفقوا نساء الطرفين ان يمنعون هالحرب هذه، فدشوا بين الجيشين. فشنو الجيشين هذا لما شافوا النساء وشغلات هذه صارت كارثه، اللي قام يخطف واللي قام يسوي كذا، كانت اعتداءات عشوائيه وقتل، واللي يدافع عن زوجته واللي يهجم واللي يسوي كذا، فكانت كارثه عظمى. فعجبتني هالروايه هذه سويتها، لكن هذه ما ضفت فيها ولا يعني اقتبستها او شيء، سويتها مثل ما هي، لكن اللهم اعطيتها رؤيه من عندي كرؤيه نحات او صاحب ضغط على النحاس، انه ما ضغطت كل شيء لقدام، ما خليت يعني مو شرط اخلي كل شيء مضغوط، لازم في خلفيات معينه اسويها، وشلت امور منها وخليت يعني الامور الاساسيه فيها. يعني في حريم منهم ضغطتهم ضغط خلفي، ان خليتهم يبينون كانهم مجرد خيال. في منهم ضغطتهم انه يبرزون اكثر، يعني يبانون بشكل رئيسي. وفي عندك من رباعيات الخيام. الرباعية هذه سويتها تقريبا في شهرين. طبعا مو ان اشتغل متواصل بشهرين، اريح ارجع اشتغل مرة ثانية، اشوف الزاوية الفلانية شنو ناقصها، افكر 100 مرة قبل لا اسوي اي شيء، لانه مجرد غلطة اختربت، هذه تعتبر يعني شغلة اثرية، اي اختلاف فيها ممكن يخرب عليه اللوحة ويطلع بشكل مو حلو.
فمن كذي طولت لمدة شهرين وأنا أنقي الخلفية، أنقي الأمور اللي تستاهل إني أحطها، ومن هالأمور هذه. والرواية اللي قبلها اللي تكلمت عنها كارثة نساء سابين طولت فيها تقريبا أسبوعين، لأن الدقة اللي فيها أو التفاصيل اللي فيها أقل شوي من رباعيات الخيال. وفي موضوع ثاني اللي هو موضوع الختمة. هذه في مقتطفات سويتها، إن أخذت صورة راقصة عربية بشكل يعني راقصة شرقية، وأخذت صورة واحد يدق عود، وأخذت أرضية من الصورة الفلانية، فنقلت من كل مكان شغلة. فسويت الراقصة كأنها ختمت خلاص الرقصة وقعدت على الأرض. طبعا معروفة الختمة شلون تكون، يا تكون واقفة ورافعة ايدها أو تكون قاعدة وكذي. فالراقصة إذا حطيتها بروحها شرحت الفيلم، اللهم بنت حلوة رسمت بالشكل الفلاني وانتهى الموضوع، لكن خليت وراها خلفية العود علشان تنفهم أن هذه وصلة فنية راقصة. وفي لوحة ثانية، هذه من أفضل اللوحات اللي أنا سويتها، مع أنها كانت اللهم تجربة علشان تكون خطوة حق لوحة كبيرة تكون، اللي هي فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية عبارة عن القائد محمد الفاتح مع الجيش ماله المكون من أسود وأبيض وكذا وكذا، لأن موجود بالصورة كذا فرقة، وعلى بوابة القسطنطينية. هذه طبعا اللهم شلت منها الأمور يعني ما لها لازمة يعني بالهذا، بس سويتها نفس ما هي بالضبط، وكانت من أصعب اللوحات. ليش؟ لأن مثل ما قلت أنا أن الوجه صعب جدا، فتخيل تسويهم صغار وجه وجيش أكثر من شخص، أكثر من 10 أشخاص زين، وكل واحد مختلف عن الثاني، وكل واحد قصة لحيته تختلف، أو طول لحيته، أو تقسيمة جسمه تختلف. فجدا صعبة، وطولت فيها تقريبا من 4 إلى 5 شهور فقط أفكر فيها. ما يعني المجهود كان بسيط جدا باللوحة، لكن كانت صعبة من ناحية التفاصيل. أولا أنا أحب أقرأ الروايات والقصص العالمية والأمور هذه، فالكاتب لو تلاحظون الكاتب يعبر عن أموره اللي يكتبها عن طريق الروايات، الرسام عن طريق الرسومات والأمور مثل هذه، أنا عن طريق النحاس. يعني لما رواية تعجبني شلون أظهرها بشكل أحلى، أحليها بشكل يعني أفضل من المتوقع، أحطها على النحاس. فلما يجي السؤال منو هذول؟ أقول هذه من الرواية الفلانية، فهنا يصير تشوق حق أنه يقرون الرواية الفلانية، خلينا نشوف شنو الرواية اللي عجبته لهالدرجة وسواها على النحاس بهالشكل هذا. البورتريه طبعا هذا أمر ثاني أصعب شوي من ناحية الوجوه، يعني في أكثر من شخصية سويتها، وأحيانا تيني وجوه تكون عادية لكن صعبة، وأصعبها طبعا وجوه الأطفال لأن ناعمة ما فيها تفاصيل، فيها تفاصيل كطفل لكن على النحاس تكون صعبة جدا. فالبورتريه
اعتبره من اصعب النقاط عندي في امور اول الشخصيات اللي سويتهم كان صاحبي.